انا مش جاي في الحلقه دي اكلمك على عظمه الفيلم ده وان الفيلم ده جامد جدا وان هو واحد من افضل الافلام في تاريخ السينما المصريه. لا انسى، انا مش جاي اقول لك الكلام ده لان الموضوع ده مش محتاج تاكيد. طبعا في حد هيطلع يقول لي انت مأفور ويبالغ في حته ان هو من افضل الافلام في التاريخ. يا باشا انا بقول لك وانا في كامل قوايا العقليه وبدون تحيز كمان ان الفيلم ده واحد من افضل الافلام في تاريخ السينما المصريه. عامل الزمن وحجم وتاثير الموضوع اللي بيناقشه الفيلم ده، واللي اعتقد ان هو اول فيلم مصري يتطرق ويناقش مرض الاسكيزوفرينيا بشكل مختلف. كل العوامل دي بتخلي الفيلم ده يضع نفسه في خانة التاريخ. الفيلم ده اتعمل سنة 2008، يعني عدى عليه أكتر من 18 سنة. يعني لو جينا مثلا نعمل قائمة بأفضل الأفلام من 2008 لحد وقتنا هذا، أنا هحط رقم واحد أو رقم اتنين بالكتير. فيلم آسف على الإزعاج من نوعية الأفلام اللي مهما اتفرجت عليها لازم في كل مرة هتكتشف فيها حاجة جديدة، وفي كل مرة بنظرة مختلفة. أحمد حلمي لو تاريخه كله الفيلم ده بس، أنا بالنسبة لي مش عايز حاجة تانية منه. ده تاريخ عظيم جدا. الفيلم ده كل تفصيلة فيه متعوب عليها، بداية من القصة للسيناريو وطريقة السرد، تقديم الشخصيات، الحبكة، بناء الأحداث، المعالجة، الدراما. كل الحاجات دي معمولة بيرفكت ومفيش حاجة جاية من باب الصدفة. كل ده معمول حسابه من المخرج خالد مرعي. يمكن الفيلم ما تعمقش قوي في مناقشة مرض الاسكيزوفرينيا وجاب لك كل ده من على طرف المعلقة، واكتفى بس في إظهار حالة حسن اللي معتقد إن كل الناس بتشتمه وبتعامله وحش ومضطهداه، ودي حاجة من أعراض مرض الاسكيزوفرينيا، الهلاوس السمعية والبصرية. وده اللي شفناه في أول مشاهد الفيلم لما حسن كان نازل رايح يركب عربيته، فبص على العربية لقى عليها تراب مكتوب كلمة عربية الحمار على إزاز العربية. حسن كان فاكر إن البواب هو اللي عمل كده، لكن في المشهد اللي بعده على طول بنلاقي إزاز العربية نظيف. أكيد ممكن تقول لي ما هو ممكن يكون راح غسل الإزاز عادي يعني يا أبو المفهومية، بس ده ما أعتقدش، لأن حسن كان بيتخيل حاجات مش موجودة أوريدي، فده بيرجح بنسبة كبيرة اللي بقوله. زي مثلا مشهد الاسكواش لما حسن كان بيلعب أبوه. هنا في المشهد ده لو تاخد بالك كل ما حسن كان بيضرب الكورة في الحيطة كانت الكورة بترد تاني، بس أبوه ما كانش بيعرف يضرب الكورة في ولا مرة. وده دليل واضح من المخرج خالد مرعي ان ابوه مش موجود اصلا. كل دي تخيلات في دماغ حسن، وفي كل مره حسن كان بيضرب الكوره كانت الكوره بتمشي في نفس المسار بتاعها. ده غير كمان الناس اللي ورا الازاز اللي كانت بتبص على حسن مستغربه. وكذا مشهد تاني برضه اتكرر الناس بتبص عليه لما كان مع فريده، وده دليل قوي من المخرج اللي حب يوضح ده، ويمكن احنا ما خدناش بالنا غير لما اكتشفنا في نهايه الفيلم. الفيلم ده فيه كميه معاني انسانيه لا توصف بصراحه، ومن المحبط ان انا اختزلها في شويه كلمات بسيطه مش هتدي حقه. انا عارف. انا بالنسبه لي الفيلم ده من افضل افلام السايكو دراما اللي اتعملت في تاريخ مصر. تفاصيل مبهره جدا، والمؤلف ايمن بهجت قمر عامل سيناريو قوي جدا. وكمان من احلى الحاجات في الفيلم ده ان كل مره هتتفرج عليه فيها هتكتشف حاجه جديده اول مره تاخد بالك منها. بس خليني اقول لك ان واحد من اجمل المشاهد اللي كل مره بتفرج فيها على الفيلم ده بتاثر فيا جامد جدا هي مشاهد محمد شرف مع احمد حلمي، وخصوصا يعني المشهد ده مشهد اقل ما يقال عليه مشهد عبقري. كميه معاني انسانيه في المشهد ده حاجه عظيمه جدا، واداء محمد شرف كان فوق العظمه بشويتين ثلاثه. مشهد عبر فيه محمد شرف عن حياه المواطن البسيط المخدوم في دوامه الحياه بشويه جمل بسيطه قدر يوصل معاني كتير قوي. من العناصر اللي ساعدت فيلم اسف على الازعاج ان يبقى فيلم قيمته فنيه كبيره هي الموسيقى العبقريه من عمرو اسماعيل، اللي بالنسبه لي هي واحده من اهم نقاط قوه الفيلم. موسيقى كانت جامده وعنصر فعال جدا في حكي الحدوته. المبهر جدا بالنسبه لي هو احمد حلمي ان هو يكون لسه عامل فيلم كده رضا في 2007 اللي هو فيلم كوميدي، ويجي بعدها على طول بسنه يعمل فيلم سايكو دراما ويعمله بالاتقان ده. دي نقله كانت كبيره جدا في مسيره حلمي، واثبت من خلالها ان هو ممثل جامد جدا. مش كوميدي بس اللي بعرف اعمله، لا ده انا كمان بعرف اعمل انواع تانية. كمان من الحاجات اللي خلت الفيلم يبقى بالشكل ده هو طاقم التمثيل كله، من دلال عبد العزيز اللي لعبت دور الام بحنيه وواقعيه تخليك تحس ان امك بجد، ومشهد ابوك مش هرد عليك يا حسن ابوك مات واحد من افضل مشاهد السينما المصريه على الاطلاق، مشهد ايقوني وصعب يتنسي. وكمان محمود حميده اللي بالنسبه لي الدور ده واحد من افضل ادواره اللي عملها، ودوره ضاف للفيلم وخلى الفيلم تقيل كده. مشاهده مع حلمي من احلى الحاجات في الفيلم، والواحد كان بيستنى المشاهد دي جدا في الفيلم. ومنى شلبي من احلى الافلام اللي عملتها، ودورها كان مميز جدا ومؤثر في احداث وسياق الفيلم. ولو هنتكلم عن الاخراج فخالد مرعي هنا عمل شغل محترم جدا. الراجل عرف يستخدم كل تفصيله في الكادر عشان يقول لك حاجه. مشهد الاسكواش، مشهد العربيه، كل الحاجات دي كانت مقصوده ومترتبه ووراها رساله، وده مش بيحصل كتير. يعني في افلام بتتفرج عليها تحس انك مش فاهم المخرج عايز يقول لك ايه، لكن هنا لا، كل حاجه ليها معنى وبتخدم القصه. من ابرز المشاهد اللي عجبتني واللي لازم ادي الشاوت اوت للمخرج خالد مرعي عليها هو مشهد الفرح لما حسن كان رايح يضرب فريده بالقلم. على طول المخرج حرك الكاميرا ناحيه الشاشه اللي متعلقه عشان على طول يحط المشاهد في الصوره ويقول لك ان مفيش فريده. كل دي تخيلات في دماغ حسن. اسف على الازعاج واحد من افضل الافلام اللي لازم تتشاف اكتر من مره، كل مره هتحس انك شفته لاول مره. فيلم تقيل ومليان تفاصيل وشغل معمول بحب واحترام للعقل. والله الواحد محتار
لحد دلوقتي انهي افضل فيلم الحلمي، اسف على الازعاج ولا عسل اسود؟ الفيلمين جامدين جدا بصراحه، وانا بحب الفيلمين جدا، بس انا هسيب لكم الموضوع ده ليكم انتوا تقولوا رايكم فيه. انا عارف ان الفيلمين مختلفين عن بعض، بس عايز اعرف انهي افضل فيلم الحلمي اوفرول، ده ولا عسل اسود؟ السؤال ليكم انتوا، انا عن نفسي مش عارف احدد، الاتنين بالنسبه لي قد بعض. الفيلم ده بالنسبه لي كده تحفه فنيه متكامله، تحس انك مش بس بتتفرج على فيلم، لا انت داخل رحله جوه عقل بني ادم بيعاني، وفي نفس الوقت تكتشف معاه حاجات عن نفسك انت كمان، عن الوحده، عن الصراع الداخلي اللي جواك. خالد مرعي هنا مش مجرد واحد بيركب المشاهد وبيظبط الكادرات، لا ده مخرج واعي جدا بكل تفصيله بيعملها، تحس انه كان بيستخدم الكاميرا كانها جزء من عقل حسن نفسه. يعني حسن لما كان يبقى تايه او مضغوط، الكاميرا تبقى قريبه جدا منه، الزوايا ضيقه تقفل لك المشهد وتحسسك بالخطأ، ولما يبقى في لحظه راحه او وضوح عنده تلاقي الكادر واسع والضوء داخل كانك بتتنفس معاه. الراجل كان بيشتغل على الحاله النفسيه بتاعت البطل ويعكسها بصريا، وده مش سهل خالص. خالد مرعي في اسف على الازعاج استخدم كل اداه في ايده، من الكاميرا للصوت للاضاءه للزوايا، عشان يحطك جوه دماغ حسن. الاخراج هنا مش بيخدم القصه بس، ده هو جزء من السرد، وده اللي بيفرق المخرج العادي عن المخرج الفنان. فيلم زي ده لو اتعمل باخراج سطحي كان ممكن يبوظ كل ده، لكن العكس حصل، الاخراج هنا هو اللي رفع الفيلم وخلاه يوصل للناس بالعمق ده. من الحاجات اللي عجبتني واللي يمكن ما حدش خد باله منها، هو لما حسن كان بيتخيل الناس اللي قابلها كلهم كانوا موجودين فعلا، زي فريده اللي ما طلعش اسمها فريده وان اسمها مريم، الا ابوه الوحيد اللي ما كانش موجود وكان ميت. ده كان بيعكس لك على طول مدى تعلق حسن بابوه، كان قد ايه موته اثر على حسن ووصله للمرض اللي كان عنده. ومشهد النهايه بعد ما حسن خلاص اتعالج من المرض، بنكتشف ان في الصوره اللي صورها بيظهر ابوه من تاني، وده بيدل ان حسن بطل ياخد الدواء. لكن المفاجاه مش هنا، المفاجاه بقى ان امه كانت معاهم في الصوره واختفت من الصوره مع اختفاء الاب، ودي كانت بلوت تويست جامده جدا، ان امه كمان ماتت بعد كده، وان هو بطل ياخد الدواء عشان يرجع يشوفهم من تاني ويتونس بيهم. اسف على الازعاج فيلم هيفضل علامه في تاريخ السينما المصريه، مش بس في تاريخ احمد حلمي فقط، وصعب التجربه والحاله اللي خلقها الفيلم ده نشوفها في فيلم تاني في المستقبل القريب. الفيلم ده هيفضل في مكانه عاليه صعب اي فيلم مصري تاني ينافسه فيها. الفيلم ده قدر يقدم تجربه نادره جدا في السينما المصريه، وفتح الباب قدام افلام تانية انها تتكلم عن الامراض النفسيه من غير ما تبقى تقيله او مباشره. الفيلم ده قربك من حاله البطل اللي هو حسن، وخلاك تشوف العالم من جوه دماغه. ولازم كمان نعترف ان فيلم زي ده كان خطوه جريئه، ومع ذلك الفيلم نجح، ونجح لانه صادق، لان الناس صدقت حسن وحست بيه. ده سر اي عمل فني ناجح، ان هو يوصل للناس. وواحده من اقوى لحظات الفيلم كانت لحظه الصدمه، اللحظه اللي بنكتشف فيها الحقيقه ونعيد قراءه كل اللي شفناه من اول وجديد. اللحظه دي مش بس قلبت الاحداث، دي خلت الواحد يراجع نفسه، هو كان شايف حسن ازاي. وهنا بتيجي قوه الكتابه والاخراج، انهم قدروا يخلوك تعيش في وهم بانسيابيه ومن غير ما تحس ان في حاجه غلط، لحد ما الحقيقه تطلع فجاه وتوجع. العبقريه هنا انك كمشاهد تفضل طول الفيلم متعاطف معاه من غير ما تكون فاهم كل حاجه، بس حاسس، وده اصدق انواع التواصل. اسف على الازعاج ما كانش فيلم تقليدي، كانت تجربه نفسيه وانسانيه بتمر بيها وانت قاعد مكانك. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، واهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك للحلقه عشان ده بيساعد في وصول الحلقه لاكبر عدد ممكن، وتعملوا كمان سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات. يلا اشوفكم حلقه جديده على خير، سلام.